الصباح. ببلدة ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية التونسية للطريق المؤدي من مدينة سكراس بالجزائر إلى مدينة الكاف بتونس كان يوم سبت وموعد سوق أسبوعي يتوافد عليه كالعادة عديد المواطنين الجزائريين والتونسيين لقضاء حاجياتهم وشراء مستلزماتهم. الوقت كان يشير إلى الساعات الأولى من الصباح. الأمور كانت طبيعية والوافدون يتسوقون كعادتهم إلى أن ظهرت القوات الفرنسية مباغتة جموع المواطنين. داهمت القرية عشرات أسراب الطائرات القاذفة والمطاردة. تواصل القصف إلى أن حول القرية إلى خراب امتد ليلحق بالقرية خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا تعود ذكرى وتعود معها صور التحام الشعبين الجزائري والتونسي. ما حدث بساقية سيدي يوسف في مثل هذا اليوم من عام 58 أكيد مستمعينا يروي حلقة هامة من حلقات النضال المشترك بين البلدين الجزائر وتونس. أليس كذلك الأستاذ في التاريخ أستاذ مختار بنيطو؟ صباح الخير أستاذ. صباح النور، تحياتنا أستاذة ولكم ولجميع الطاقم الإعلامي الموجود في الإذاعة الثقافية. شكرا جزيلا أستاذ على وقتكم. تحل هذه الذكرى ومرة ثانية نفتح للحديث مرة أخرى عن حلقات النضال المشترك بين البلدين الجزائر وتونس بالعودة إلى ملابسات سياق الأحداث وما سبق القصف القرية التي كانت تعد نقطة استقبال الجرحى ومعطوبي الثورة التحريرية وبداية المناوشات ومحاولات الاستفزاز الفرنسية. كانت على ما أعتقد أستاذ قبلها بسنة، يعني كانت عام 57 حيث تعرضت ساقية لاعتداءات فرنسية. نعم، في الحقيقة فإن وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف بالحدود الجزائرية التونسية كرد فعل الدعم التونسي للثورة الجزائرية والتي سقط فيها العديد من الشهداء الجزائريين والتونسيين، وهذا وإن دل على شيء دل على وجود تلاحم بين الشعبين الجزائري والتونسي للوقوف ضد العدوان الفرنسي على الشقيقين أو على الشعبين الشقيقين. وذلك اليوم أستاذ صادف حضور الجزائريين الذين جاءوا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي. إذن كل شيء كان مخطط له من طرف فرنسا. نعم، في الحقيقة أن الدعم التونسي للقضية الجزائرية أو للثورة الجزائرية لم يكن يعني في وليد سنة 1958 فقط، بل كان من قبل، وهذا من أجل حماية كل اللاجئين الجزائريين على الحدود التونسية، وخاصة هذا في ظل القاعدة الشرقية للثورة الجزائرية الموجودة على منطقة غار الدماء بتونس طبعا. نعم. وكما سبق وأن ذكرتم فرنسا حاولت ضرب التواصل والتضامن الجزائري التونسي بإقرار أيضا حق المتابعة والانتقام من الشعبين أستاذ، ولكن تلاحم كان أخوي ونضال وتقارب بين الشعبين أكيد في الماضي والحاضر والمستقبل. أستاذ، ربما سؤالي أهمية مثل هذه المناطق الحدودية التي كانت مسرحا للعديد من المعارك، أهميتها في مجال يعني في مجال الجانب التاريخي هذا من جهة، وأهميتها من جانب تنمية مثل هذه المناطق التي لا زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم. نعم، هي في الحقيقة بأن هذا الاعتداء الجبان الذي أرادت به السلطات الاستعمارية من ورائه قطع روابط النضال بين الشعبين التونسي والجزائري، لكنها لم تعلم بأن هذا الحدث سوف يصبح رمز يخلد ذكرى امتزاج الدماء بين الدولتين الشقيقتين طبعا من أجل وحدة الهدف والمصير، وأصبح يحتفل به سنويا سيدتي الفاضلة من طرف الدولتين المستقلتين، وهذا كان يذكرهما دوما أن العدو واحد وأن المصير مشترك رغم ما أقامه المستعمر بينهما من حدود اصطناعية طبعا.
ومن مخلفات في كل مرة أستاذ كما ذكرتم نحيي الذكرى ونتحدث عن الخسائر المادية والبشرية التي طالت مباني مدارس جاءت على الأخضر واليابس، أودت بحياة أطفال صغار، نساء، شيوخ، رجال. نعم سيدتي الفاضلة، إذا تكلمنا على نتائج هذا العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف لنجد أن أحسن كتاب أرخ هذه الحادثة وهو للمؤرخ التونسي حسن حبيب اللولب، حيث يذكر أنه نتج عن هذا القصف الإجرامي لساقية سيدي يوسف عن سقوط عما يزيد عن 98 شهيدا، من بينهم 9 نساء و12 طفلا والبقية كلهم من الرجال، حيث تم العثور في الوقت نفسه على 57 جثة هامدة و10 جرحى استشهدوا عندما نقلوا إلى المستشفى. قدر العدد هنا عما يزيد عن 87 جريح، يعني تمايزوا بين النساء والأطفال، إضافة إلى جنديين وعونان من الحرس الوطني التونسي، وهذا في كتاب حسن حبيب اللولب الذي أرخ لهذه الحادثة. أما عبد الله مقلاتي وهو المؤرخ الجزائري الذي أرخ لها يقول عما يزيد عن 100 يعني جريح، وأكثر من 70 شخص طبعا سقطوا جراء هذا العدوان الفرنسي، إضافة إلى قنبلة مدرسة كاملة يعني راح ضحيتها الأطفال الأبرياء وغيرهم طبعا. والأحداث أحداث ساقية سيدي يوسف أستاذ مكنت من اتساع نطاق طرح القضية الجزائرية وتدوينها في المحافل الأممية، ماذا عن ردود الفعل الدولية؟ نعم، ردود الفعل الدولية طبعا كانت بالنسبة للقضية الجزائرية كانت دعما إيجابيا لها. أكيد أن كل الدول تقريبا الشقيقة استنكرت هذا الفعل الإجرامي الذي قامت به ساقية يعني الذي قام به العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف، وكذلك جراء قتل الأبرياء وجراء العمل الهمجي الإجرامي للمستبد الفرنسي من أجل ضرب اللحمة التي كانت ما بين الشقيقين وما بين الشعبين طبعا. طيب أستاذنا، وصلنا اليوم من معلومات عن الحادثة والأحداث، روايات، شهادات حية لمجاهدين بعضهم ما زالوا على قيد الحياة، وهناك كتابات أخرى من بين الكتب التي ذكرتموها. كيف يمكن استغلال مثل هذه الشهادات الحية من حيث تدوينها للرصيد المعرفي وللذاكرة التاريخية؟ في الحقيقة سيدتي الفاضلة تعد الروايات الشفهية من بين المصادر الأصيلة لكتابة التاريخ سيدتي الفاضلة. فكما قال أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ يقول: إذا ذهبت الأصول ضاع التاريخ. ضاع التاريخ. فهذه تعتبر مصادر أصيلة، وهي الروايات الشفوية التي ممكن أن المؤرخين والباحثين في التاريخ يتنقلون إلى المجاهدين وإلى الشهود العيان الذين لاحظوا هذه الحادثة، وبالتالي تساعد المؤرخين على كتابة هذه التاريخ هذا الحدث التاريخي المهم، يعني بسقاية يعني موضوعية ويعني فيها أمانة علمية وكذلك حيادية في الموضوع طبعا. نبقى دائما في مجال البحوث والدراسات التاريخية بالجامعات سواء الجزائرية أو تونسية من أجل تعميق المعارف حول هذه الأحداث. كيف ترون اهتمام الطلبة اليوم بمثل هذه الأحداث وأحداث تاريخية أخرى، واهتمامهم من جانب أستاذ هنا نحدد دراستها؟ ما هي المراجع ربما التي يمكن الاعتماد عليها والمتعلقة بالأحداث؟ كيف يمكن توثيق هذه الأحداث التاريخية وتدريسها وتقديمها خاصة للجيل الجديد بطريقة يفهم مثل هذه الأحداث التاريخية المهمة؟ نعم سيدتي الفاضلة، وهذا اهتمام الطلبة الجزائريين بتاريخ بلادهم وبتاريخ وطنهم بالرجوع والعزو إلى المصادر التاريخية الوطنية التي ترجع إلى رواد المدرسة التاريخية الوطنية والتي تدافع على التاريخ الوطني الجزائري. ذلك الجزائر التي قال فيها سيدي عبد الرحمن الثعالبي سيدتي الفاضلة: إن الجزائر في أحوالها عجب، فليس يدوم بها للناس مكروه، ما حل بها قط يسر أو ضاق متسع إلا ولطف من الله يتلوه. إذا فسيدتي الفاضلة طلبتنا اليوم
يهتمون بالتاريخ الوطني بالرجوع والعزو إلى رواد المدرسة التاريخية الوطنية، وعلى رأسهم أبو القاسم سعد الله وجمال قنان وغيرهم يعني من المؤرخين الوطنيين الذين نجد بأن يراعهم تدبج تاريخ الجزائر وتدافع عنهم وعن تلك الأقلام التي تدافع عن التاريخ الوطني، بعيدا عن اللاموضوعية التي تتحدث عليها بعض رواد المدرسة التاريخية الفرنسية التي لا تنقل عن الأخبار الصحيحة يعني عن الأحداث الوطنية، وتريد أن تقزيم يعني التاريخ الوطني يعني في أحداثه وفي معاركه وفي مجرياته. طبعا أستاذ المجزرة خطت صفحة مشرقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، عن رمزيتها، عن دلالتها، عن العلاقات الثنائية كما قلت منذ البداية، علاقات جمعتها الأخوة النضال الواحد في الماضي وفي الحاضر ومستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة العلاقات الجزائرية تمحو في منحى طيب ومنحى يدل على أن هذين البلدين شقيقين جمعتهم الروابط الأخوة، الروابط التاريخية، الروابط الدينية، الروابط اللغوية، لغة واحدة. فيعني في الحقيقة فإنها تنحو نحو منحى جيد ويعني مستقبل جيد للبلدين طبعا، وهذا ما نلاحظه في على مستوى العلاقات الدولية ما بين البلدين يعني في جميع الجوانب، سواء الدبلوماسية أو حتى السياسية أو حتى الاقتصادية في جميع المجالات طبعا. والحواجز والحدود لم تفصل يوما بين الشعبين الشقيقين، بل سمحت بامتزاج دماء الأبرياء الذين خلفهم هذا القصف بتجديد التضامن ودعم الثورة. نعم أكيد هناك دعم فعال الذي قدمته يعني الجالية التونسية هناك طبعا، يعني قدمته طبعا للثورة الجزائرية آنذاك يعني على جميع المجالات، سواء الدعم الإعلامي أو حتى الدعم الجانب الصحي يعني لمعالجة اللاجئين الجزائريين الموجودين على ضفاف الحدود التونسية، يعني الدعم في كل الجوانب طبعا حتى على الجانب الدبلوماسي. ونلاحظ بأن الحكومة التونسية برئاسة بورقيبة آنذاك تتحرك من أجل دعم الجزائر دوليا، من أجل تدويلها آنذاك في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة طبعا. وحتى لا ننسى أستاذ الحدود الشرقية والغربية يعود لها الفضل الكبير في فك الخناق عن الثورة من الداخل. نعم يعود الفضل كذلك سيدتي الفاضلة كما قلت إلى الدعم اللوجستيكي للثورة الجزائرية عبر المناطق الحدودية الشرقية، باعتبارها كقواعد خلفية للثورة الجزائرية الموجودة مثل الكوم الشرقية الموجودة على ضفاف سقراس، والكوم الغربية الموجودة على ضفاف يعني الحدودية الغربية الجزائرية، وطبعا التي تستقبل الكثير من الدعم يعني الدعم من الدول سواء العربية أو غيرها للثورة الجزائرية آنذاك. تحل اليوم إذا أستاذ مختار بنيطو هذه الذكرى في الجزائر وتونس احتفاء كالعادة خاص، على ما أعتقد أجمل احتفالية ستكون في البلدين هو تعميق الدراسات التاريخية بالجامعات، تبسيط المعلومة التاريخية في الثانويات والمتوسطات الجزائرية والتونسية، تقديم التاريخ للجيل الجديد حتى يتعرف على ماضيه ليستطيع بناء المستقبل. أكيد سيدتي الفاضلة وجب على كل جزائري الاهتمام يعني بالذكريات وبالملاحم والبطولات التي قادها الشعب الجزائري يعني طيلة فترة الثورة الجزائرية، ومن بينها هذا العدوان الفرنسي الذي الذي استهدف الشقيقين يعني الجزائريين والتونسيين أكيد، ولكن هذا يدل على شيء، يدل على اهتمام الجزائريين بتاريخ بلادهم. لا بد لهم أن يعرفوا كذلك سيدتي الفاضلة يجب على طلب اليوم أن يهتموا بتاريخ بلادهم لمعرفة قوة الثورة الجزائرية، بأن صمود الشعب الجزائري وراء كل هذا العدوان الذي سلط عليهم، لكن بقوا صامدين وبقوا يعني أمام كوجه يعني صد منيع أمام المستثمر الفرنسي من أجل إخراجه من أجل نيل السيادة والاستقلال الوطني في البلاد. أخذناكم هذه الصبيحة من الدرس أستاذ من عملكم، ونعلم مدى انشغالاتكم، فقط كيف يتفاعل الطالب اليوم، الطالب في الثانوية مع مادة التاريخ، مع هذه المادة المهمة جدا أستاذ، حتى نختم معكم.
سيدتي الفاضلة، طالب في الثانوية يهتم بالتاريخ الوطني كون أنه تاريخ بلاده، يعني يتعامل بمشاعر وطنية تجاه تاريخ بلاده. كيف لا وأن هذا البلد الذي ضحى عنه أكثر يعني من 1.5 مليون شهيد. يعني اليوم لما نذهب ربما إلى بعض الدول، إلى بعض الدول ربما المجاورة العربية، تعرف الجزائر يقول لك أنت مين؟ قال يا أخي أنت من بلد 1.5 مليون شهيد. إذا سيدتي الفاضلة وجب على هؤلاء الطلبة الاهتمام بتاريخ بلادهم والاهتمام بتاريخ وطنهم. كان ابن الرومي يقول عن الوطن سيدتي الفاضلة: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم حنت قلوبهم وأجروا دموعا سجافا لذلك. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. فالوطن سيدتي الفاضلة هو الأم الثانية بعد الأم التي أنجبتنا إلى هذه الدنيا. فوجب على أبنائنا اليوم صون هذا التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنية التي خلفها شهداؤنا الأبرار. وجب عليهم كذلك الحذر من كل منصات التواصل الاجتماعي التي تدر السموم، يعني في وتشوه الحقائق ضرب الوطن. نعم. وتشوه في بعض الأحيان الحقائق التاريخية. رسالة نعم، من أجل ضرب الوحدة وتلاحم الشعب الجزائري. فالجزائريون إخوة، والجزر من شمالها من جنوبها من شرقها إلى غربها، كل الجزائريين يعني على قلب رجل واحد، مدافعين على وطنهم، مدافعين على تاريخ بلادهم وإلى الأمام طبعا. إن شاء الله. رسالة مهمة مرت هذه الصبيحة عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية لكل من يسمعنا، للجيل الجديد عليه أن يهتم بوطنه وأن يهتم أيضا بدراسة التاريخ والتعرف على مختلف الأحداث التاريخية التي عاشتها الجزائر، خاصة فيما يتعلق التلاحم والنضال والتقارب الأخوي بين الشعب الجزائري والتونسي. شكرا جزيلا أستاذ على وقتكم وعلى كل هذه التوضيحات. والسلام سيدتي الفاضلة إلى كل الطلبة الذين يستمعون طبعا إلى هذه الحصة، وقد وجهتهم البارحة بالأمس حتى يتعرفوا على بعض الحيثيات من هذه الحادثة الوطنية التي تبين اللحمة بين الشقيقين بين البلدين الشقيقين الجزائري والتونسي. طبعا تحياتنا لهم أستاذ وتحياتنا لك بالتوفيق. طاب يومك أستاذ. شكرا سيدتي الفاضلة.